السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مشروب جميل جدا وسهل ولا ياخد مجهود ولا اي حاجه، في ثواني كده. جميل قوي. هنعمل ايه؟ هنعمل كركريه بالتمر الهندي. مشروب جميل جدا في الصيف، بيبقى جميل جدا في رمضان. حاجه جميله، طعمه بيبقى خطير. يلا مع بعض نبدأ. بسم الله. جبنا الكركريه، شايفين بوله كده، كل واحد يعمل الكميه اللي هو عايزها طبعا. شايفين؟ هنجيب اي حاجه، يعني ايه؟ شايفين؟ احنا طبعا ماسكين الكركريه شاطفينه، شايفين؟ انا شاطفاه، يكون في ترابه او اي حاجه من عند العطار اللي هو السايب ده. شايفين؟ بوله حلوه هتعمل لنا كميه كويسه. وهنجيب تمر هندي، طبعا عارفينه بيتباع كده عند العطار، قطعه في اكياس. انا باخد حوالي، احطها عليها كده، باخد حوالي عشان انا بعمل كميه. عايزه تحط ربعها نصها، انا بحط نصها، بيدي مزازه كده وبيبقى خطير. شايفين؟ هننزل بكميه ميه كده، شايفين؟ نحط حوالي كده يجي نص الحله اللي هنغلي فيها. مش هنحط سكر دلوقتي ولا اي حاجه، احنا هنسيبه يغلي كويس جدا مع بعض على البوتاجاز. يلا بينا. شايفين؟ يفضل يغلي كده لمده 5 دقايق، ينزل كل الخلاصه اللي فيه، يغلي كويس جدا. غلي 5 دقايق، شايفين؟ وسيبناه يهدى يبرد خالص. هنحط السكر بقى. هنحط هنا كوبايه سكر، كل واحد حسب الرغبه السكر، ونفضل نقلب كده كويس. شايفين؟ لو تقيل قوي، هتزودوه. لو لقيتوه تقيل قوي، او تحط له مكعبات تلج، او تحط له شويه ميه صغيرين. شايفين؟ نقلب كويس كده. قلبناه كويس، هنصفيه بقى. شايفين؟ شايفين؟ احنا ممكن نحط هنا شويه ميه على ده كده عشان ينزل كده، ميه ساقعه كده، ونفركه بقى بايدينا. يعني ايه؟ عشان ايه؟ ننزل الخلاصه بتاع التمر الهندي. شايفين؟ ايدينا نضيفه بقى ومغسوله طبعا، ونفضل شايفين ننزل عشان التمر الهندي طبعا مستوي
هو بيغلي، شايفين؟ هنرجع نصفيه تاني بمصفى ضيقه. شايفين اللون الجميل العناب ده؟ لقيتوه تقيل قوي زي ما قلت لكم كده، زودوه او حطوا له مكعبات التلج على كده. هتصفوه برده بمصفى صغيره. هو اتصفى كويس، لو عايزين تصفوه بمصفى صغيره صفوه. يلا مع بعض نقدمه مع بعض. نحط بقى في الكاسات او الكوبايات. صبينا الكوبايات او الكاسات بتاعتنا، هنجيب مكعبات التلج ونحط كده في المكعبات عند التقديم على طول. بيتحط في التلاجة يسقع بيبقى جميل. عملنا مشروب الكركديه بالتمر الهندي، مشروب جميل جدا كلنا بنحبه، بيبقى جميل جدا في الصيف، اجواء رمضانيه. احلى حاجه ممكن تشربها في رمضان. قولوا لي ايه رايكم، وكل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا.